أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وكان له أن لا يخلقنا، والحمد لله الذي خلقنا بشرا وكان له أن يخلقنا حجارة أو شجرة، والحمد لله الذي هدانا إليه وكان له أن يضلنا ويدخلنا النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجمعة 16/6/2023 الساعة 11:11. الليلة دارين نتكلم عن موضوع مهم بمناسبة إنه ذات الجمعة. نحن دائما أنا بميل لإنه دائما نطرح المواضيع في سياق الرباني أو سياق الديني، لأنه هذا الكون أي معادلة فيه ما بتساوي الله في الطرف الثاني بتكون معادلة منتهية يعني. ولذلك نحن دائما بنبدأ بنأصل لماذا أراد الله وماذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم وكده. وحيكون حديثنا الليلة عن العنصرية بصورة أساسية وأحداث الجنينة ومقتل الراحل خميس وكده، لكن دائما نقدم بتصحيح مفاهيم أساسية والناس انتبهوا معي للكلام ده. القبيلة قرار إلهي. ربنا قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني ربنا هو اللي اختار إنه الناس ما يكونوا أمة واحدة. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لكن لا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم. غرض أساسي إنه يكونوا الناس شعوب وقبائل. الشعوب تتكون طبعا من عدة قبائل. الشعوب أساسا بتتكون من القبائل، والقبائل بتتكون من بطون وأفخاذ وكده، التقسيمات المعروفة. لكن كونه إنه الناس يكونوا قبائل ده من مراد الله. لكن ليه خلقهم قبائل؟ ليه ما خلى الناس أمة واحدة؟ ليه خلى الناس حتى في البيت في الأسرة الواحدة آرائهم مختلفة وتركيباتهم مختلفة وألوانهم مختلفة وأشكالهم مختلفة؟ ليه؟ ده لتعارفوا من أجل المعروف، يعني لإقامة المعروف كده. خذ العفو وأمر بالعرف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليتعارفوا عشان يعرفوا حسن الجوار، عشان يعرفوا حسن معاملة الآخر. عرفت؟ أحاسنكم أخلاقا، عشان يعني يتكافل بعضهم مع بعض، يقيموا المعروف بينهم. ده الغرض من القبيلة، ما لأي غرض آخر. وحتى تقيل فيهم الأمراض وتقيل فيهم الحاجات. الناس لازم يتزاوجوا، لازم يمشوا وكده. قام الكلام ده. الناس يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها منتنة. المنتنة هي العصبية وليس القبيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال السياق ده لما حصلت مشكلة في الغزوة المشهورة بين واحد من المهاجرين واحد من الأنصار. واحد قام بتاع الأنصار قال: يا للأنصار، بتاع المهاجرين قال: يا للمهاجرين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم بدعوى الجاهلية: أنا بين ظهرانيكم، دعوها إنها منتنة. العصبية هي المنتنة وليس الانتماء للقبيلة. لازم يكون في انتماء للقبيلة، ولازم يكون في تعارف وفي نسب وفي مصاهرة وفي كده. لكن المرفوض هو العنصرية. يعني داك ما قال يا للخزرج، ولا ده قال يا لقريش، ده قال يا للأنصار، ده قال يا للمهاجرين، اللي هو عمل عصبية، كأنه دار يعمل حزبية. عرفت كيف؟ ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ده اللي بيسووا في الناس هسه. عشان كده العصبية الموجودة هسه والعنصرية القائمة هسه سبب الحزبية دي. ما دار لها 2 3، لأنه حولت انت الكلام ده مهاجرين ودي الأنصار. خلاص بتبدأ كده الحزبية، بتبدأ كده، والحزبية بتقود للعصبية، والعصبية بتقود للعنصرية. أما إنك أنت يكون في قبيلة ما في مشكلة، والقبائل بتتنافس بينها في مكارم الأخلاق، في إكرام الضيف. يعني زول يكون ضو قبيلة حاتم الطائي، ديل معروفين بالرفادة، ديل معروفين بالوفادة، ديل معروفين كده. والفروسية الحق هي إغاثة الملهوف وإكرام الضيف وحسن الجوار. ليس ما لا يأمن جاره بما ده دي المعاني القبلية المطلوبة، إنه يتنافس الناس في مكارم الأخلاق، في مكارم الأخلاق. عرفت الكلام ده؟ أما الشرف ما عنده أي علاقة بأنك أنت عربي ولا غير عربي إطلاقا. أنت خواجة
انت ابيض ولا احمر، لا، لانه قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. الزول اللي انت شايفه اسود وشين ده بخش الجنه. بلال ده بخش الجنه، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خف نعاله في الجنه قدامه. وابو لهب عمه، ابو لهب عبد المطلب بن هاشم اللي هو ناس شايفينه شريف في النار. ما المعادله لو ما بتنتهي بالله قلت لك معناتها ما في الدنيا ما عندها وزن. ابو لهب ده اللي هو عربي غرشي في النار. وبلال المسمينه بأمه رباح ابوه منو نحن ذاته لسه ما عارفين، ما ورونا، في الجنه عند الله. وسين بلال شين، لانه كان بيقول اشهد ان لا اله الا الله، شين. وقال لي لما جاء العربي الراى الرؤيا بتاعت الاذان قال لي علم بلال فانه اندى منك صوتا. ذاك لا زعل لا ضايق لا بتاع، ما في كلام زي ده. الشرف هو له علاقه بالله بس، والكلام ده انا بقوله لانه برضه عندنا بعض القبائل الهسه داخله في التمرد ده، بيدعوا الشرف وكده. عندهم بعض الناس بيقاتلوا في التمرد مع المتمردين وشايفينهم بيهتكوا بالاعراض وبيكسروا في البيوت وبينهبوا في الناس. ما في شرف زي ده، شرف زي ده ما في. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بني هاشم في بيته وقال يا صفيه بنت عبد المطلب انقذي نفسك من النار اني لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك شيئا من الله شيئا، لا ياتوني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابكم. قال لهم كده الرسول صلى الله عليه وسلم. وان كان قال كل نسب منقطع الا نسبي وسببه، ده خلى سيدنا عمر يصير يتزوج ام كلثوم بنت علي بنت فاطمه عشان يكون عنده نسب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ياتوني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابكم. ما بيحل انت مهما تكون عربي وشريف وينتهي نسبك انت ده انا راس ليه انت سميه ينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم. لو فعلي ما بيشبه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده اي معنى. انت ما حتكون اشرف من ابو جهل ابن عبد المطلب ابن هاشم عم الرسول صلى الله عليه وسلم، انت ما اشرف منه اصلا، ما ممكن تكون اشرف منه. فكاد انا عربي وده هنا دي ما عندها اي وزن. الزول اللي انت شايفه ده، ونحن عندنا لما ابو ذر يعني قال لي عير بلال في الشقه احتدوا كده وقال لي يا ابن السوداء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي انك امرؤ فيك جاهليه تعير بامه. خده في الواطا لحد ما بلال قال لي اطلع له في خده ده عشان يتوب. السودانيين الان وبالذات اهل الشمال واللي بيقولوا نحن عرب برضه بالذات عندهم الذنب بتاع ابو ذر ده موجود. الواحد هنا يقول لك ده عب، ما هذه ذاتها، ما هو ده هون دي من اكبر الذنوب، ودي لو ما تبنا منها الله ما يخلينا. وجزء من الحاصل على الناس الان بسبب هذه العنصريه والحاجه اللي في نفسك دي والنيات. الاعمال بالنيات. لو انت ما اخرجت العنصريه دي فعلا من نفسك وتوبنا، نتوب الليله دي، نتفق انه نتوب نحن. الناس اللي بيفتكروا انهم عرب واحسن من الناس، نتوب الليله دي يوم الجمعه دي 16/6 كلنا نتوب، نقول تبنا لله، انا تبت لله خلاص. يعني ما في زول حاجه اسمها لانه انا كده انا اشرف. لا انت قال لك منو؟ انت عند الله شنو؟ انت عارف داك شنو؟ عارف داك شنو عند الله؟ يمكن بلال وانت شايفه دي، شايف روحك انت عربي ولا هناي، انت عند الله في النار. لانه الله خلق الابيض والاسود، خلقهم الله الاثنين، يجي يميزهم باللون. الله خلق الاحمر وخلق الاصفر وخلق الابيض وخلق العربي وخلق العجمي. الله اللي خلق الناس ديل، وعدالته بتقتضي انه يساوي بيناتهم. ولذلك ابو لهب في النار وابو طالب في النار. ابو طالب الرب الرسول صلى الله عليه وسلم في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم جاي يدعي له، جبريل قال له لا ما تدعي له، نزل يدك ما تدعي له. في النار ما نفعوا انه رب الرسول وكفلوا وهو يتيم وحماه وحرسه 10 سنة ما حلته قدام رب العالمين. ما في شرف بالنسب فقط، الشرف بالانتساب الى الله. انت لازم تشوف الله داير شنو. والرسول صلى الله عليه وسلم اصل للكلام ده. القبيله دي ما الشغال عند الناس هسه دي العنصريه يا ذات البغيضه النهاء المنتنه. ده كلام دريد بن الصم انا قال وهل انا الا من غزيه، ان غوت غزيه غويت وان ترشد غزيه ارشدي. ما خلاص، ما ده دي ما في حاجه اسمها دي قبيلتي ودي اهلي. انا تعجبت من السفير الدود
وهو زول حامل للدكتوراه وزول قاري ومؤلف يجي يقول تقاتل مع قبيلتك. قبيلتك بتقاتل في الحق ولا في الباطل؟ اذا انت الناس بيقاتلوا في الباطل، ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكون احدكم امعه، ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا، لا، ولكن وطنوا انفسكم، ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا ان تتجنبوا اساءتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم اول من قاتل قبيلته، قاتل قريش قبيلته. الرسول صلى الله عليه وسلم اول من قاتل قريش، قاتلهم في بدر، وجاء قاتلهم في احد، وقاتلهم في الحديبيه، وقاتلهم في الاحزاب، وقاتلهم في فتح مكه. قبيلته قاتل قبيلته، مش يقول لا انا قاتل مع قبيلتي. ما في كلام زي ده. قاتل قبيلته لانها حادت الله ورسوله. الاصل الله، الاصل الله. ما مهم عند الله انك انت تكون ابيض ولا احمر ولا اسود ولا عربي ولا غيره، ما مهم اطلاقا، ما مهم. المهم معلش ما مهم عند الله انك انت تكون شنو، لانه الله خلق الابيض والاسود والاحمر. مهم انت بتعرف الله ولا لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو اصله في شيء قاتل ضد قبيلته. ال8 سنة الاولى دي بقاتل ضد قريش اللي هم اهله، ولما جاء مكه ما قعد في قبيلته، رجع تاني مع الانصار، رجع المدينه. فالناس لازم يفهموا الكلام ده. ونحن الله قال ابلغ كلام يتقال في شأن السودانيين وربنا يرحمه قالوا اسماعيل حسن عليه رحمه الله: عرب ممزوجه بدم الزنوج الحاره دي الاهالي. ويتكلم عن مكارم اخلاق وصفات في هذه القصيده. وده السودانيين، ده الجنس السوداني ده لوننا جبناه من وين؟ انا ده كده، ده ممكن احسب ابوي في ابوي في ابوي لحد علي بن ابي طالب لحد الرسول صلى الله عليه وسلم. ده لون ما نانو زاوجوا الناس، وده فهم الناس كده في السودان. القصيده بتاعت اسماعيل حسن دي ده السودان، ما بتمثلوا القصيده دي، ما بمثل السودان. نحن عرب ممزوجه بدم الزنوج الحاره ديل اهالي، يا هون ديل اللي بيبدوا الخير عليه زادوا، يا هون ديل اللي بيموتوا كيف الحال لو شافوها سائله، يا هدى. نحن كده ديل السودانيين. ولا توجد قبيله في السودان انعزلت بنفسها كده ما زاوجت السودانيين. اي قبيله في السودان تزاوجت من اي قبيله في السودان. عبد الواحد محمد نور ده ابوه من الجزيره هنا، عبد الواحد محمد احمد النور امه فراويه لكن ابوه من الجزيره هنا. جبريل ابراهيم تزوج من الجزيره هنا ده. علي الحاج تزوجوا اخت غازي العتباني. نحن اي قبيله في السودان متصاهره مع الثانيه. ناس الشمال متصاهرين مع النوبه، متصاهرين مع الشرق، متصاهرين مع الفوج، ناس الوسط تزاوج. اتحدى قبيله في السودان ما بتتزوج الا منها. انا ما اعرف يمكن الرشايده لسه ما دخلوا المجتمع لانه وردوا البلد قريب، بدت الحاجه دي تظهر فيهم، هسه بدوا يزوجوا الناس. لكن تاني لا توجد قبيله في السودان ما متزوجه من الثاني. عشان كده ندر اول ما يجوا الناس الكبار لو دار تطلب، ما طوال الناس انت منو؟ ما لازم انتسب. انا تخيلوا نفهم ان العرق ده اساسا انا عارف ديل عندهم مرض، ديل عندهم شنو. الناس بيقعدوا الكبار اول ما يقعدوا يقولوا فلان وفلان وفلان يلقوا في النهايه يروحوا جدهم واحد. ما ندر ما تلقى كده. الما خال عم ديل السودانيين. فنحن لازم نفهم الكلام ده في السياق ده، لازم نفهم. الحاصل انه بقى في عنصريه، بعصبيه للقبيله، حتى لو هي على باطل انا اكون معاه. لا، ما في كلام زي ده. وبنيجي نشوف الامثله. دايما نرجع قبل ما اتكلم عن احداث الجنينه عن نشوء التمرد ده اللي هسه نشا في دارفور ده. نشا كيف؟ دارفور دي اهو كده. الناس السودانيين دول قاعدين في البلد دي. طبيعه اهل دارفور بينقسموا لقسمين رئيسيات. في يعني عرب رحل عندهم ابل ولا بقاره ولا اباله، ديل ما بيقيموا بيمشوا مع بهايم، ده من التاريخ. وفي ناس زراعه قاعدين، اهل الارض قاعدين من زمان، بالذات القبائل المستوطنه في الارض دي قبل العرب. ما دي حقيقه، يعني احنا دايرين نقول انه العرب جو هنا اقدم قبل الفور ولا قبل المساء، ما كذب. ما ديل الله خلقهم هنا، الله خلقهم في هذه الارض. الله خلق الفور هنا، وخلق المساليت هنا، خلق زغاو، خلقهم هنا. القبائل الغير الهاس الناس بيسموها زرقاء وغير عربيه دي الله خلقهم هنا في المحل ده. والعرب بالضروره وافدين لانه ده ما موطن في الجزيره العربيه. دخلوا مع الاسلام وساحوا كده وجو، وده لباله وده زراعه. ومنذ مئات السنين البهائم دي بتاكل زراعه ده وبيتداوسوا وبيجوا يقعدوا الاجاويد وبيحلوها.
وتزاوجوا مع بعض وتصاهروا، تزاوجوا وتصاهروا. هسه انت بتشوف المنظر ده، اللواء عبد الرحمن جمعه بارك الله اللي هو عربي من رزيقات، ده لون وده لون العرب، معناه تزاوجوا مع الناس. دي ما كانت مشكله لمئات السنين لورا، لمئات السنين ما كانت مشكله انه ديل عرب ولا ديل زرقاء ولا لا، ما كانت كده، ما كانت كده. وكانوا بيحلوا مشاكلهم بالاجاويد والناس متعايشين ومتزاوجين ومتصاهرين يا خال يا عم. وده حال السودان كله. طيب التمرد ده لما حصل بدا تاصيل العنصريه دي، لانه لما تمرد عبد الواحد حصل تحرير السودان 2003. طبعا اول شيء ما كان يقول لك الجيش الجلابه في الجيش والجيش جلابه ووقفوا مع العرب ضدنا ضد الزرقاء، ابدا ما كان في كلام زي ده. دارفور دي اي نعم كان فيها نهب مسلح، لكن ما كان في تمرد ما في، ولا كان الجيش اعتدى على الفور ولا اعتدى على المساليت ولا اعتدى على الزغاوه بهذا الفهم اللي هم بيقولوا انه الجيش ده لانهم جلابوا عرب قتلونا. ناس لما يتمرد عبد الواحد ما كان في كلام زي ده، وقامت حركه تحرير السودان وكان رئيس عبد الواحد من الفور، وتاسست على تاسيس عنصري بحت قبلي. في القبليه اسوء انواع الموضوع لانه انظر كده. وكان الراحل ده خميس بكر كان نائب الحركه باعتبار انه المساليت الفور اكثر قوميه، المساليت بعدهم، وكان الزغاوه بيمثلوا المناوي. ما كان في الحركه دي اي عنصر عربي، حركه قامت عنصريه على القبيله الشيء فهم ذاته الخلى انه ديل زرقاء وديل عرب، قامت على الفهم الغلط ده، قامت على كده. دي الحقيقه، نحن لازم نقول الحقائق. ودولوا القضيه بتاعتهم، ولا كان في جيش قتلهم ولا في جيش عدى عليهم ولا يحزنون، لبسوا الموضوع ده الجيش ساوي كذب. والقوات المسلحه دي منذ تاريخها وجميع الجيوش في الدنيا عندها دائما سند شعبي. لو خشيت في جلوبال فاير باور عشان من قوه الجيوش انه الجيوش دي سند الشعبي شنو؟ ومن زمن التمرد حق الجنوب كان في قوات صديقه بتقاتل مع الجيش من الجنوبيين. الجنوبيين قالوا دي عنصريه، قالوا الجيش وقف مع الشلك ولا مع النوير ولا هناك ضد الدينكا. دي كده ما في اي جيش عنده ناس سند. كان في قوات صديقه، كان في اول من سلح القبائل العربيه في جنوب كردفان ضد التمرد وجنوب دارفور ضد التمرد حركه قرن كان الامام صادق المهدي عليه كان رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووجود اللواء البرمناصر وعمر نور الدايم قال الكلام ده، لانه الجيش برا ما بكفي، حدود طويله داير سند شعبي سندوا القبائل المتاخمه دي خلاص. واستمر الكلام ده، ويمكن دي تكون كانت بدايه النهب المسلح، وجات الانغاز وغننت الكلام، عملت قانون اسمه الدفاع الشعبي، وبيقول الناس بيقاتلوا مع الجيش، بيقاتلوا معاه في الجنوب في الدمازيغ في جبال النوبه. ما في زول قال دي عنصريه، ما في حركات التمرد ذاتها ما قالت الدفاع الشعبي ده جلابه دايرين يقاتلونا نحن، ما في كلام زي ده. دي قوانين ماشيه، ما ده موجود. لما الجيش لما يحصل تمرد واجبه الدستوري يقاتل التمرد. يعني نفترض لو كان الرئيس سنة 2003 عبد الواحد محمد أحمد النور كان رئيس جمهورية السودان خلاص، ويتمرد عمر البشير يتمرد هنا في صراصر ولا في حوش بانقة، مسؤولية عبد الواحد والجيش الشغال تحته شنو؟ ما كان بيطلع أوامر للجيش عشان يكافحوا التمرد ده؟ في ده ما كده، ما هو مسؤول. لما يتمردوا ديل ضد الدولة بقى مسؤولية الدولة إنها تقاتل معاهم. وعملت حاجة سنة موجودة لها 60 ولا 70 سنة من زمن القوات الصديقة، من زمن الديمقراطية وحزب الأمة والإمام الصادق، ومن زمن الدفاع الشعبي. وعملت قوات اسمها حرس حدود. أنا بقاتل في المتمردين، الجيش شوية، الناس عموما ما بيقبلوا الجيش، ما بيرضوه ككرير، عشان كده دائما في السودان الجيش دائما شوية، ما الناس ما بيرضوا يتجندوا يقبوا عساكر ولا حتى كلية حربية، ما كارير جاذب، دي حقيقة. دائما الجيش بيكون شوية. لو في زول داير يمشي يكافح معاك التمرد اقول له ليه؟ بغني وبعمل له. عملوا لهم قانون اسمه حرس الحدود، عملوا الكلام ده، وبعد شوية عملوا الدعم السريع، وعملوا كده. الناس الجو كان غالبيتهم كده، اقول لهم جيتوا تقاتلوا ليه؟ انت القبل بديت بشكل عنصري وحركتك ما كان في اي تمثيل عربي، وناديت بانه طوالي زرقاء وعرب. حتى فرخان لما جاء زار قال انا داير استغرب، قال العرب وينه؟ قال لي ده، قال
الزرقاء وينه؟ قال لي ده. قال وين عربي كيف هو لون واحد؟ ما قادر يفهم الكلام ده فرحان. وقال ما في حاجه اسمها، ما في القتال هنا ما قبلي ولا الناس ذاتهم مجتمع قبلي، وفي اثناء تمرد الناس عايشين، وفي اثناء الجيش بيقاتل في المتمردين ديل عايشين ما زالوا في مدنهم وفي حواكيرهم وفي حاجاتهم. لما بقى فيها النكهه العنصريه دي ترى بقت المشاكل دي. الجيش ما بيلام. انا الليله جبت زول لو ربيت لي يتيم وقريته المدرسه وقريته الجامعه وتخرج وطلع زول ما كويس يلوموني انا؟ لا. ما سيدنا نوح عنده ولد وطلع كافر نقول له نوح انت كعب برضه؟ انا اعمل له شنو؟ انا جبته كويس وربيته. هسه الجيش هسه ما متمرد عليه الدعم السريع. هسه دي الجيش ده ما متمرد عليه الدعم السريع. الجيش اللي انتم زمان بتقولوا ديل الجلابه وكتلون الجلابه وقاصدين اهل الوسط والشمال وكل والخطاب بتاع الكراهيه الشديد اللي كان في السنين اللي فاتت دي ما ال4 سنة من قبلها، وانه الجلابه اللي في نهر النيل والفي الجزيره وهنا ديل ضدنا والعرب ديل ضدنا. هندك الدعم السريع ده اللي هو بيتكلم بأسوأنا على العنصريه. سمعناه منا الجنينه دي بيقول لي احنا تاني دي ما دار مساليد، دي دار عرب بكتلوا في الناس، مرقوهم نسوان واطفال بس، ما شفنا راجل مرق معاهم، معناتها ابادوهم. دي ما اباده عرقيه، ده ما جنوسايد بدعوه عنصريه. هسه بكاتل في الشماليين ومرقهم من الخرطوم وفي والجلابه ذاتهم بتاعين الوسط والنيل والهناي ده السودان النيلي ده ما مرقونا العرب ديل ذاتهم، كان اصلهم كعبين كانوا. ما عندنا نحن حاجه زي دي، ولا اهل الوسط ديل والشمال في يوم من الايام كان عندهم اي حاجه، كانوا ماذا في الجنينه دي تجار وفي نياله وفي الفاشر ظلوا ليومنا دي ومعلمين وناس مع الناس. عشان اوريك انه قبل النزعه العنصريه دي نتائجها، دي حقيقه نقولها في مشكله دارفور، انه انت عملتها بين زرقاء وعرب واتهمتها لصقتها في الجيش ولصقتها في اهل الشمال وقلت ديل الجلابه. هسه الذي طرد اهل الشمال من الخرطوم ومن الوسط هم العرب ديل ذاتهم. اذا قبل الموضوع ما كان عرب وزرقاء، ما كان عرب وزرقاء. نحن لو ما سمينا المواضيع بمسمياتها الموضوع ده ما بيمشي لقدام، ما بيمشي. طيب حدث الحدث المؤسف الفجع العالم كله. والله انا ده والله توجعت من الداخل وقلت الكلام ده بقوله منا ولا في انه الجنينه يا جماعه محاصره. الجنينه دي اللي حصل فيها ده حاجه، ما دي حاجه في التاريخ ما في، دي اباده عرقيه. منا واليوم بنقول انه دي جرائم، انت افنيت الناس. والدليل الفيديو اللي هسه طالع امبارح ده مارقين الاطفال والنساء فقط ما في رجال، ومارقين قال دارين نبلغهم مامن شايل لابس عقيد وحق الجيش عقيد ركن وهو دعامي وشايل السلاح وقال نحن بنبلغهم مامن بيوتنا المرق تامنهم دي امنهم في بيوتنا. انت كان قصدك يا منافق انت فعلا دار تمرقون تقول امنهم في دارفور اهلهم في تشاد. دي بيوتنا اللي ولدوا اجدادهم قاعدين هنا، ده مساليد ديل قاعدين هنا لالاف منذ ان خلق الله الارض. قبال ذاته زول سكن هنا ما في قبيله سكنت هنا ذاته. انت تقول ابلغهم ما منن ودي تبقى دار عرب؟ تبقى كيف؟ دي ما حقهم. وتمسك الرجال نحن من حقنا نقول انه الرجال قتلوا، ما قتل في اشد اسوأ ظروف الاسر ابادوهم شهرين اباده كامله. مرقوا الاطفال ديل حيمشوا ديل حيلدوا كيف تاني؟ حيلدوا كيف؟ المرأة من غير رأي بتلد كيف؟ ما معناتها اباده لهذا الجنس، ده جنوسايد. الامم المتحده ادانت الدعم السريع، طلعت قرار على الرئيس لسان فولكر. امريكا ادانت الدعم السريع بالجريمه. الاتحاد الاوروبي ادان سفيره. معلش التسجيل هنا قطع. قلنا الامم المتحده اليونيتامس ادامت، امريكا ادانت، وزاره الخارجيه ادانت باسم الدعم السريع انه ده الدعم السريع. الاتحاد الاوروبي سفير ادان، وهسه حيجتمعوا عشان يصوتوا لازم يدينوا الدعم السريع لانه هو العمل الكلام ده بابنه. ما في حاجه اسمها دي مش جريمه ضد الانسانيه، دي جرائم حرب وارهاب، ده استئصال عرقي، ده جنوسايد، دي اباده جماعيه. انت تمرق ليه الاطفال والنساء توديهم دوله ثانيه والرجال وين ما عارفين انه انا بيتهم ولا قتلتهم؟ دار تعمل شنو انت؟ وبتتكلم من داخل بيت الامير بحر الدين، وسمعنا انه قتل ولده طارق الله يرحمه ما عارفين ذاته صح، وتقول انا دي ثاني حتقبض ده ما عينا لماذا؟ وده عملوا الدعم السريع،
لانه المرحوم ده جابوه من وين؟ ما جابوه من بيته. ودوه وين؟ ودوه في قياده الدعم السريع، المبنى الظاهر فيه الفيديو ده دي قياده الدعم السريع، ودخلوه مكتب غايد الدعم السريع اللي هو اللواء عبد الرحمن جمعه بارك الله، وظاهر في الفيديو. وتجي تقول ده قتلته جماعات مسلحه. طيب الجماعات المسلحه جايباه مكتب الدعم السريع، ليه ما تكون له هناك؟ ما تكون له في بيته، جايباه مكتب الدعم السريع ليه؟ كان لانه ده الدعامه. هنا في الخرطوم هسه بيلبسوا ملكي زي ما قال شاتو شمس الدين، ولابسين هدوم الناس وملكي ودارع سلاحه. لو هي جماعات متفلده تجيبوا مكتب الدعم السريع ليه؟ مصفيه هناك. جابته مكتب الدعم السريع لانه ده مكتب غايد غوات، دي الغوات بتاعت الدعم السريع. جابته مكتب الغايد ده، وتجي تقول غربنا نحميه. انت ليوه جبال في اول الحرب قلت انا انضم للجيش، الجيش انا بينضموا لي. وانت قلت انا مسيطر و80% في الخرطوم انا مسيطر وانا مسيطر، تجي تقول غالبني احميه. ودي يا جماعات الكلام ده تقوله تلعب بيه على عقل منو انت؟ لانه هذه القوات ثبت يا هاي الجيش عملوا ايش؟ لكن طلع ابن بار. سيدنا ابراهيم قال ما كان استغفار ابراهيم لابيه ابن غير عاقل، ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. الجيش ده عمل الدعم السريع في وقت من الاوقات بنفس الفكره بتاعت القوات الصديقه وتسليح العرب المسيريه وقانون الدفاع الشعبي وحرس الحدود لظرف معين. الولد ده بقى عاق والجيش تبرأ منه ويتمرد عليه هو ذاته. انا اعمل ليش يعني؟ يقول لك الجيش ما تدخل في الجنينه ليه؟ الجيش ما تدخل ليه؟ ما تدخل لانه خميس بكر كان حليف لحميتي. خميس بكر موقع الراحل خميس الجنرال خميس عبد الله بكر موقع بنفسه على اتفاق جوبا براو كده، ده حركه براو. ومجلس الامن هسه في جلسه هسه تمت قبل اسبوعين ولا كم بتاعت البعثه بتاعت هناي امن على اتفاق جوبا بنفسه. وخميس بكر جا الخرطوم وقع على الاطاري بنفسه، حليف حميتي، حليف الدعم السريع. وحميتي قال نحن قبل الاطاري ما عندنا مشكله مع برهان، وهو الوالي وهو رئيس اللجنه الامنيه غايد القوات المسلحه تحت امرته، لكن كان حليف حميتي. لكن في النهايه غلبوا الصبر لما شاف انه الدعم السريع بيبيد في اهله. ابادوا نفناهم احياء كامله، افناء عن اخرها الاطفال قتلوا. الرجال ما في راجل ظاهر ذاته طلع في حديث ضميره غلبه، طلع حديث مباشر وقال الدعم السريع استباح الجنينه بهذا النص تبرأ منه. فلما تبين له انه عدو لله خميس بكر تبرأ منه زي ما تبرأ منه الجيش، تبرأ من الدعم السريع لما تبين له انه عدو الله. والسودان كله تبرأ من الدعم السريع. الدعم السريع ما كان جهه رسميه في الدوله، وسودانيين كتار من جميع قبائل السودان دخلوا الدعم السريع بقانون الدوله. حتى في الفتره اكثر من ثلثين التجنيد للدعم السريع تم بعد الثوره بتاعت ديسمبر. سودانيين من الشمال من الوسط من الشرق من اي قبيله في السودان، حمتي ذاتها قال بيجيب الناس بين الظاهر وعمدهم كانوا في الدعم السريع، كان جهه شرعيه ما في حاجه. تبين للناس انه عدو لله، طوال الناس انسحبوا منه. ال 400 ضابط اللي قالوا ديل، ال 477 اللي انسحبوا منه فضل لي 3 ديل ما من جميع قبائل السودان. ليه ضباط انسحبوا منه؟ لانه تبين لهم انه عدو لله، انه ده شغل عنصري بحت. ده تمرد على القانون، وديل ما بيتمردوا، ديل عارفين قسم الولاء، هو نكس بقسم الولاء ماده 22 طلعوا منه. خميس بكر الراحل خميس بكر هاي مضى على الاطاري وماضي على جوبا وحليف حميتي، وحميتي قاعد في الجنينه شهرين عشانه هو وعشان الكلام ده. وقالوا مطمطر براك دي قالوا في الجنينه دي ذاتها، وقالوا قدامه 10 ميكروفونات بتاعت كل وكالات الدنيا، قال بلاش قله ادب وكمان فارغ، قال مسجل الكلام ده وقاعد. لكن لما تبين له للراحل انه ده عدو لله تبرأ منه، قال الدعم السريع استباح الجنينه. دي جريمه مش ضد الانسانيه، دي اباده جماعيه حقيقيه، وده استيطان زي ما بيعملوا اليهود بيستوطنوا الاسرائيليين في الاراضي الفلسطينيه، ودار يستوطن هنا، دار يستوطن يهجر على الجنين الله خلقهم هنا، الله خلق المساليد دي هنا في الحته دي ديار منذ قيام الساعه. وبنو ناس انضموا للسودان باتفاقيه خاصه، والسلطان تاج الدين عليه رحمه الله هو اللي وقف الفرنسيين هنا ده
في معركة دورتي وفي غيرها، قاتلوا وهزموا لما استلم منه أخوه سلطان بحر الدين وانضموا للسودان باتفاقية خاصة. دي أرضهم تمرقوا منها عشان تجيب جنس جديد تخطه من هنا، نحن ما عارفين انهم جايين من وين ذاته، زي ما عمل في الزرق وحواكير معروفة. دي ديار ناس، لما نقول دي دار فلان دي دار فلان دي دار كده دي دار كده، دي دار حامي دي دار كبابيش دي دار جعل دي دار كده دي دار كده دي دار مسال، دي ديار. اقرا في القرآن اخراج الناس من ديارهم من اكبر الذنوب، مذكور الكلام ده في اكثر من 9 مواضع، 9 مواضع في القرآن الكريم على ما اذكر، 8 و9 مواضع. دي اخراج الناس من ديارهم من اكبر الذنوب، وده بسبب ربنا انزل للناس بجهاد. انت تخرج الناس من ديارهم، دي جريمه عندنا احنا بهمها الاسلام. الامم المتحده دي خلينا منها، دي ممنوعه بالدين. تستحيل وتجيب الناس يصدروا وتعمل مطار وتجيب سكن جاهز وتجيب ناس ما معروفين من وين، ما سودانيين، وتسكنهم هنا وتطلع الناس من حواكيرهم الازليه اللي الله خلقهم فيها. العنصريه دي لازم تنتهي. وانا افتكر نحن لو في درس نتعلمه كسودانيين انه الليله دي والله ما انتم من العنصريه دي، والله الله ما ينصرنا ولا يرفع مننا. وابدا باهل الشمال ديل ذاتهم، اهل الشمال اللي في نفسك ده، انك انت بتشوف الزول ده عب ولا ده هناي ذنب ابي ذر ده تاب منه، تتوبوا منه كلكم، نتوب منه كلنا. وديل ذاته حكايه عرب وزرقني نتوب منها كلها. نحن نخلي القبائل لتعارفوا، لكن عصبيه نتنه بس لانه قبيلتي في انا قاتل كان هي على حق ولا على باطل بتاع غزيه ما دايرينه. الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل قبيلته قريش 8 سنه يقاتل فيهم. نحن نقاتل مع الحق، نحن نتمثل الابيات اللي قالها خليل اسماعيل حسن، الناس يمشوا يقروا القصيده دي ثاني. حكمه خالده ان شاء الله تقبلها سبب لدخول الجنه، لانه دي الحق، ما في عنصريه، ما في. ودي اباده جماعيه، نقول دي اباده جماعيه. والدعم السريع ده متمرد. وانا الان المجتمع الدولي ورط نفسه، طلعت وزاره الخارجيه الامريكيه طلعت تصريح رسمي انه ديل الدعم السريع هو القتل الراحل خميس. سفير الاتحاد الاوروبي قال الدعم السريع هو القتل، وفولكر بير ذاته قال الكلام ده من كينيا، وان كان نحن هو غير مرغوب فيه لكن على لسان اليون تامس قال ده الدعم السريع القتل. طيب بعد ثاني ما تجي تقول لي طرفي النزاع، ما تجي، ما بتقبل ميسر، لانه انت قلت ده بيعمل في اباده جماعيه، بيرتكب في جرائم ضد الانسانيه. انت طوالي تعلن منظمه ارهابيه ولا يبقى عندك اجنده؟ طوالي انا بطالب الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي والامم المتحده تعلن الدعم السريع منظمه ارهابيه، تعلن منظمه ارهابيه ويرتكب اباده جماعيه وضد الانسانيه. وثاني ما يقول للجيش السوداني طرفي النزاع ولا تقعدوا معاهم في ترابيزه. انا اقعد مع مجرم، انا اقعد مع زول انت قلت هو ارهابي وبيرتكب في جرائم ضد الانسانيه؟ لا، تقيفوا مع الجيش عشان يهزم التمرد ده تمرد. وديل ناس ما بيشبهوا السودانيين، آلاف الآلاف ماتوا من جنود الدعم السريع. اقرا لي ده اسمه عجال لاغن ده، يومي عشرات الناس بيموتوا وماتوا بالالاف. ما شفنا لنا خيمه بيكا واحده قامت في السودان ده، ما في اي اتجاه من اتجاهات السودان ما شفنا عزاء. نحن في السودانيين لما يموت زول بيكون في فراش عزاء، الناس بيتقبلوا العزاء في شهيدهم ده او في قتيلهم او في ميتهم، بيتقبلوا العزاء. اللي بيعدموه اعدام لقتل عمد في كوبر دي بقصاص قاضي، اهله بيفرشوا بيعزوا فيه. الالاف اللي ماتوا ديل ما في خيمه واحده قامت في السودان. اهلهم وين الناس ديل؟ اولاد حرام ما عندهم اهل، لانه اهلهم برا السودان. سفير السودان السفير الحارس ادريس، واثبتت الدلائل اللي بيصوروا على نفسهم انهم قوات جايه من خارج الحدود ما سودانيين بالعشرات. الواقع بيقول كده. اقيفوا بعد ده، بعد اللي حصل في الجنينه وبعد شهادتكم بانه ارتكب الدعم السريع الكلام ده، دي لازم يعلن انه منظمه ارهابيه وارتكب جرائم ضد الانسانيه وارتكب مبادئ جماعيه، ولا يلزم الجيش ثاني بالقعاد معه في ترابيزه، بل يساعد امريكا والاتحاد الاوروبي والامم المتحده وكل العالم يساعد الجيش في انهاء هذا التمرد. ولا يكونوا دخلوا روحهم في تناقض نحن ثاني ما بنقبله. وانا استغرب والله، استغرب من صمت حاكم اقليم دارفور من ناوي، واللي هو كان واحد من 3 مؤسسين لحركه تحرير السودان، عبد الواحد من الفور، والراحل خميس بكر من المساليد، ومن ناوي من الزغابه. ديل اللي اسسوا الحركه. وانت اصلا زمان كنت اسست حركتك
ضد العنصريه وضد انه العرب بيقاتلوا فينا والزرقاء، اسستها على الكلام ده ومشيت وديتها الامم المتحده بالكلام ده وانه دي بعد جماعيه، وديتها كده قلت العرب بيقتلوا فينا. الان الله شوف ابتلاك كيف، جابك حاكم لاقليم دارفور كله، مش لولايه غربي دارفور، 5 ولايات، شمال دارفور، جنوب دارفور، غربي دارفور، وسط دارفور، شرق دارفور، انت الحاكم بالدستور اللي عملته الثوره دي، عملته الوثيقه الدستوريه وعملته اتفاقيه جوبا دي الغراء، انت الحاكم، وكل زول في الولايه دي تحتك الولاه وقاده الجيش بالقانون وبالدستور تحتك لجنتك الامنيه، وبتعاين لناس الجنينه دي من اول يوم، ما بذلت اي مجهود في انك تحرك قواتك وتحرك معاك جيش وتحرك المواطنين يمشوا ينقذوا الناس ديل. انت بتقول لا الله شنو انت ما طلعت للموضوع ده، ما هنديل العرب بس صحيح بيدوا فيك، ما تمرق انت تنقذ ناس الجنينه ديل، ما طلعتها رغم انه قلت حكوا 3 حكات في الفاشل، لكن ما عندك قدامك في الجنينه، ما عندك عربات العالم ده كله شافك في مرق ده في كونفوي ما اخره ما معروف كم، ما في زول بيشوف اخر الكونفوي من العربات المقاتله، وعندك 5 فرق قاعده تحت يدك، وعندك 5 ولاه، خميس البكر ده ذاته فماضي اتفاقيه معاك زي ما انت مضيت في جوبا هم ده، طوالي حرك الناس ديل، طلع كلام وامشي ابذل جهدك عشان تنقذ ناس الجنينه، انقذهم، بعد ده حتى لو فنيت تكون شلت شرف الدهر، تسكت. وفي روايات انك مرقت غادرت السودان كله ما عارفين صحتها، وشيء كانوا من هناك المانيا انا ما اعرف، لكن ما اخذت اي اكشن. وكذلك حركه العدل والمساواه، والله انا حي المرحوم خليل لانها قالت كلام قوي جدا، اما حركه العدل والمساواه قالت قوات اسمها شنو، حركات مسلحه ولا لابسه يعني عصابات ميليش، كيف ما بتسمي الاسماء باسماء؟ امريكا سمتها، الاتحاد الاوروبي سماها، الامم المتحده سماها، انت ما قادر تسميها؟ يمكن قد نجد لهم عذر لانه برضه الحياه الشماليه فيه صغار وخافوا عليه ناسهم ديل، لكن المفروض يمشوا ينقذوا الناس كلهم اذا كانوا ما عنصريين. ما عنصريين يقفوا مع الجيش ده عديل، وانه دي قوه متمرده، وديل الناس ما من السودان في الغالب، دي قوه متمرده، واي يكلمك اي سوداني حر طلع من الدعم السريع، والله اي سوداني حر قبيلته قاعده في السودان هنا طلع من الدعم السريع، في ناس طلعوا في اول ايام، وفي ناس طلعوا في الاسبوع الثاني، وفي ناس طلعوا بعد شهر بعد تبين لهم تمام، وفي ناس طلعوا هسه بعد شهرين في الودنه اللي فاتت دي بعد ما شافوا اللي بيعمل فيه الدعم السريع في بيوت المواطنين، في اعراض المواطنين، في مؤسسات الدوله المدنيه، مؤسسات الانسانيه والمستشفيات وغيره، شافوه بعينهم كيف يرضوا لنفسهم يقفوا مع زول زي ده قاعد في بيوت المواطنين ونهب اموال ونهب اعراض ونهب البنوك وحرق المدارس وحرق المستشفيات وحرق البنوك وحرق التاريخ وحرق الجامعات وعمل اي شيء. كل اي زول عنده قبيله في البلد دي وعنده اصلي من السودان هنا والله طلع من الدعم السريع، مشوا اهلهم تبرؤوا منه، فلما تبين لهم انه عدو لله تبرؤوا منه. القاعدين مع ديل اكد لك يا ديل جايين من دول عابرين الحدود، جايين من النيجر، جايين من مالي، جايين من تشاد، ما عندهم ذاته زول هنا، والا كان مشوا لاهلهم. لانه نحن في السودان عندنا مثل بيقول لك ما عنده كبير يشوف له كبير. الناس اهل نادون، كبار نادون، نظار نادون، عمد شيوخ نادون وطلعوا مشوا. الهدنه بتاعت 24 ساعه دي لانه في كثير من النظار والعمد والشيوخ يتواصلوا مع قوات الجيش المسلحه وقالوا لنا ادونا يوم واحد احنا بنمرق اولادنا ديل ما ده باطل بقى، تبين تماما. واي زول بيستمر الان مع الدعم السريع هو مثله متمرد، وهو مثله هاتك للاعراض ويرتكب جرائم ضد الانسانيه وارهابي مهما كان. والله مش لو بقى جدك النبي عليه الصلاه والسلام، لو بقيت اي شيء انت ما عندك حاجه هنا، الموضوع انتهى. انا سمعت الليله السيد والي الولايه بتاعت هرني قال اعلن التعبئه العامه، وده نظام فدرالي طبعا، النظام الفدرالي الوالي عنده سلطات، اي ولايه تعلن التعبئه العامه. قال في 32,000 نزحوا جو من الخرطوم، والله انا كنت قايل اكثر من كده، انا كنت قايل قال في 82,000 نزحوا جو من الخرطوم، انا كنت قايل الاعداد اكثر من كده، و82,000 ديل هاي معظمهم اهلهم في نهر النيل ومشوا، لكن في ناس كتار ما منهم، معناتها الاتهام بانه الخرطوم دي حقت ناس نهر النيل ما ياهو، وإلا هم قاعدين لسه، وكذلك حيكون في الجزيره وغيره. الناس يرجع، انا بكلمكم واسال الناس اللي في الاحياء، هذه الاحياء الان خاليه، ما في دعامه، ما في تاتشيرات، ما في متمردين، تمسك بحر دي من الكدر لحد ما تصل حله حمد ما بتحسب لك 15 ولا 20 تاتشر مغالي، بيوت دي فاضيه، الاحياء دي فاضيه، ارجعوا بيوتكم واحموها من اللصوص الحراميه، لانه ديل بيجوا يجندوا 9 طويله، يجندون ويدون هناك. ارجعوا دافعوا عن الخرطوم دي فضت، والجيش
ابشركم والله شغال شغل علمي جدا. طبعا في تعتيم الناس الايام اللي فاتت دي، الاربع خمس يوم اللي فاتوا، كيف؟ ما ليه؟ لانه نحن رفع الفيديوهات دي اضر بالقوات المسلحه، اضر بالناس المقاتلين ديل، اولادهم ديل بيمشوا بيصورون، بيمشي بيلقى العدو قدامه. لازم يكون طبيعه العمليات بالذات حرب المدن بتقتضي السريه، والجيش ما واقف. ومبارح سيادته العطاء قال لكم قال لكم البيت الفود عام ازحوا منه بعيد، ما انا هعمل في البيت ده حاجه. الناس شغالين وشغل ماشي كويس جدا جدا، لكن تفاصيل في الميدان ما في. احتفظوا بالهنايه ده لحد ما تنتهي المهمه المعينه، والناس يرجعوا يقاتلوا هؤلاء الاصبع. ما في تهديد عسكري، لن يحكم الدعم السريع ثاني في السودان، انتهى الكلام ده. ما في. وناس يتكلموا عن حوار سياسي، ما في سياسي. لما ينتهي التمرد ده بعدين نشوف نحن مشكلتنا سياسيه كيف. نازل ما اخذتوا سلاح وانتهى التمرد نهائي، ما في كلام عن سياسه. سياسه شنو؟ الناس اعراضها هتكت، الناس قتلت في بيوتها، الناس شردت من ديارها، الناس انتهى. ما سياسه شنو هنا؟ ده ما زمن كله ما في كلام زي ده نهائي، ما في. ونحن حنحرج المجتمع الدولي، والمؤتمر اللي حيقوم بعد يومين في جنيفا للدعم ده عملنا نحن، وحيخاطبوا نائب رئيس مجلس السياده مالك عقار. انت ميسويا دي قبل الاحداث ب3 شهور قالت السودان فيه 15 مليون معرضين للمجاعه. هسه بعد الاحداث الكلام ده ضاع. لازم يجوا يدعموا السودان ده. انا عشان نحن نوري العالم ده ثاني الدبل ستاندرد دي ما في. يا تتكلم كلام صح ولا تخليها. بحرجك انا اخلاقيا، وده دعمي ان شاء الله يجي للسوداني. وانا والله ابشر السوداني ان شاء الله لما التمرد ده ينتهي، والله الموارد اللي كانت ماشيه للدعم السريع ده برا بتكفينا في 6 شهور سنه. نحن بنقوم زي ما كنا ولا دايرين اي حاجه من برا. والشعب السوداني قادر على الانتاج، وقادر على العطاء، وقادر على اي حاجه. لكن تذكروا انه الجهاد فرض عين، العدو صايل لسه. وما تخافوا، قووا قلوبكم بالله، وساعدوا جيشكم، وقاتلوا معاه، والنصر اقترب. مش اقترب، ما فضلت اصلا قوات تذكر في هذه الهنايه، واجهاز عليها. التعامل مع بلد فيها قناصه وكده داير تكتيك، بيستعمل البومبان عشان اطلعه من البيوت دي. طلعونا نمرق في الشارع ده بدقك، امرق يلا. بيقول لابسين هدوم ملكيه ولافين، ما بيخاف البزات لبس الدعم السريع، بيخاف يركب العربيه المقاتله لانه من فوق بدقوا، من تحت بدقوا، باي شيء بيلغم بيقوم فيه من تحت، ما عارفوا مزروع وين. انا زارع وبعايله وعامل له شرك. بضربك انا بطياره بتقوم من تحت من فوق، بضربك بجنودي بغناص زي ما عندك غناص انا عندي غناص، وانا الشعبي معاي والمواطن معاي وواقف معاي وبيهتف لي وبيدعمني وبيوريني بيوت غناصه. واقترب الوعد والحق ان شاء الله. نحن نقول للناس جمعه مباركه. ارجو انه انا اكون بينت بيان في المسائل دي لانها مسائل حساسه ولازم نقولها. واجدد كلامي باسباب ابتلاء الله لاهل السودان ديل انه فعلا نفوسهم فيها عنصريه. لازم نتوب من الذنب ده، ما دارين عنصريه. قبيله انا فلان وانت فلان بمكارم الاخلاق نتنافس. نحن اهل الكرم، نحن اهل الجود، نحن اهل اغاثه الملهوف، نحن اللي بنكرم الجار، نحن كده ليه كده للتعارف، لتعارفوا. عرفتها؟ ما لي عنصريه نتنه عصبيه لقبيلتي صح غلط انا معاه. تذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل قريشا، وانه ابو لهب ليس بشريف، وانت ما اكثر عروبه من ابو لهب ولا شرف منه بقياس انه ده عربي ولا غيره. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه. ولا نامت عين الجبناء.